السوري يغير دينه من أجل الزواج بمليونيرة ألمانية أكبر منه ب15 سنة. قصة يوسف وإليزابيث أثارت دهشة الجميع منذ البداية. لم يكن المال أو المكانة سبب انجذابهما لبعضهما، بل شخصية كل منهما وروحها الفريدة. إليزابيث شعرت منذ اللقاءات الأولى بصدق يوسف وهدوءه الذي يخفي قوة داخلية، وطريقته في التعامل التي تجعلك تشعر بالأمان والثقة. يوسف بدوره أحب إليزابيث لشخصها الحقيقي، لقوتها وحنانها في الوقت نفسه، ولحرصها على أن يكون كل شيء في حياتهما طبيعيا وبعيدا عن التظاهر. قراره بتغيير الدين لم يكن مجرد خطوة رمزية، بل تعبير عن مدى احترامه والتزامه تجاه هذه العلاقة. والصدمة الكبرى للجميع كانت عند إعلان زواجهما رسميا. رجل سوري أصغر من زوجته ب15 سنة. كل الحديث عن العمر أو الفارق الاجتماعي أصبح بلا معنى أمام قوة الحب والانجذاب الحقيقي بينهما. قصة يوسف وإليزابيث تثبت أن الحب الحقيقي يقوم على الاحترام